المسلمون عباد الله، في مثل هذه الأحداث يرى الإنسان آيات وعبر وعظات ينبغي أن يستفيد منها. رأيتم أحبتي في الله كيف تجلت الأخوة الإيمانية هناك في تلك الأرض بعدما حصل ما حصل، كيف تداعى الناس ينقذ بعضهم بعضا، كيف تداعى الناس ينقذ بعضهم بعضا. بل رأينا أحبتي في الله من رجال الإنقاذ من ماتوا تحتها. كل ذلك أيها الأحبة، كل ذلك إيمانا وأخوة إيمانية جعلتهم يتعاونون فيما بينهم. ومما رأيتم أحبتي في الله ما رأيتم من تلك المشاهد المفرحة التي تدل على أن الأمة الإسلامية لا زالت بخير، وينبغي أن يأخذ الإنسان العظة والعبرة. رأيتم تلك المرأة وهي تحت الأنقاض ورجال الأنقاض يريدون إخراجها، تقول ائتوني بجلبابي، ائتوني بالجلباب، لن أخرج إلا مغطاة. وهي رسالة لتلك المرأة الآمنة وتلك المرأة التي أمنها الله جل وعلا في بيتها وفي سوقها وفي عملها، فتبرجت ولبست تلك الملابس الضيقة وأخذت تزين نفسها للرجال الأجانب تفتنهم. فاتق الله يا أمة الله، فلتوصل الرسائل لتلك النساء اللاتي لم يروا هذه المناظر ولم يشاهدوا الموت أمام أعينهن، فتقول بجلبابي أغطي نفسي وأستر جسدي. الله أكبر، في تلك اللحظات التي هي بأحوج ما يكون لمن ينقذها ومن يخرجها، لكنها تأبى إلا أن تحتشم، وتأبى إلا أن تتغطى، وتأبى إلا أن تفتخر وتعتز بدينها. يا الله، ما أعظمها، ما أعظمه من إيمان عندما يصل إلى هذا الحد. وذلك الرجل الذي يقولون له اخرج فيقول ائتوني بالوضوء فقد ذهبت عني أوقات لم أصليها، ائتوني بوضوء لأتوضأ. هذه رسالة أولئك الآمنين في بيوتهم والآمنين في محلاتهم، والذين يسمعون المنادي ينادي للصلوات وهم نائمون وهم متخلفون وهم ما زالوا في سباتهم وهم ما زالوا في نومهم. اتقوا الله يا عباد الله، والله إذا جاء نفسا أجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ماذا ستقول إذا حل بك الموت؟ فاعمل من الآن وتب إلى ربك من الآن، وراجع حسابك مع نفسك. حافظ على الصلوات، حافظ على الصلوات، مر أهلك بالمعروف وانههم عن المنكر. فليس لنا إلا الله، وليس لنا حافظا إلا الله، ولا حاميا إلا الله، ولا مغيثا إلا الله، ولا نافعا ولا ضارا إلا الله جل وعلا. ففروا إلى الله.